السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ديكور التفريز. التفريز يا جماعة، فكرة الديكور ده قائمة على ان احنا هنعمل خطوط في الحيطة بتاعتنا بتكون غطسة وبتكون بلون مختلف. ممكن تعملها بنفس اللون بس احنا هنعملها بلون مختلف علشان يبقى فيه يعني جمالية اكتر. نبدأ ناخد القطيفة يا جماعة وهنبدأ ندهن الحيطة طبعا متعمد ان اخليها يعني اللون غالبا اللي انت بتعمله في البيت وربع لامع برضه، تمام؟ فانت تشتغل بالطريقة دي مباشرة على الحيطة بتاعتك. هنبدأ ندهن وجه تاني يا جماعة، نفس اللون القطيفة اللي احنا عملنا بيه الوش الاولاني، وهنبدأ ندعك باستخدام المعالج البلاستيك. بعد ما عملنا القطيفة هنبدأ ناخد مقاسات هنا كده، تمام؟ هنبدأ ناخد 15 سم هنا كده، وهناخد 15 سم الناحية التانية، وفي نص الحيطة بتاعتنا بالظبط هنبدأ ناخد علامة، تمام؟ وناخد 15 سم تحت. أنا قسمت دي حيطة افتراضية صغيرة فقسمتها على 3 قطع بس، تمام؟ لكن أنت الحيطة الأساسية بتاعتك هتقسم يعني أكتر من كده، مفيش عندك مشاكل. وأبدأ الخطوط اللي أنا عملتها دي أوصلها. يا جماعه دهبي، السيل ده سيل دهب، ولكن دي طبقه حمايه هنشيلها بعد ما نخلص شغل يعني علشان ما نبهدلش السيل معانا. وهنقيس مقاس الحيطه بتاعتنا بالظبط، وهنقص بالمقص المخصص للستيل ده برضه، ده مقص مخصص للستيل. الحيطه بتاعتنا 160، انت حسب الحيطه بتاعتك. ناخد سيليكون عرض سريع الجفاف. هنبدا ننزل على الخطوط اللي احنا عملناها يا جماعه، نحط السيليكون كده علشان نلزق الستيل ان شاء الله. هنبدا ناخد الستيل يا جماعه ونثبته على سيليكون العظم على الخط اللي احنا عملناه. نثبتها بلزق 4 سم، تمام؟ في اماكن مختلفه لغايه لما اللزق سيليكون ينشف. هو السيليكون مش بياخد وقت عموما في الجفاف، يعني 5 دقائق 10 دقائق بالظبط هتلاقيه نشف. لكن السيل يا جماعه على بال ما ينشف هناخد دهان ذهبي، تمام؟ ناخد دهان ذهبي وهنضيف لمسه اضافيه، هندهن كأن هنا كده يعني في منطقه مكسوره مثلا. كم حته هنا برضو كده يعني بشكل عشوائي، كاني مثلا الحيطه دي تحت ذهبي، تمام؟ الغطس بتاعها ذهبي واللي فوق ده هو القطيفه. دي الفكره من الديكور يعني. طيب يا جماعه، بعد ما وصلنا للمرحله دي عايزين نخلي الستيل بتاعنا ده غاطس من غير ما نحط عليه معجون، ونعمل زي ما عملنا في ديكور العمود. ما تنسوش تشوفوها، ظهر لكم هنا كده. طيب ممكن نعمل الفكره دي بحاجه بسيطه جدا. هناخد قلم اسود، تمام؟ ونيجي فوق الستيل كده بالشكل ده ونعمل خط عند الاشكال دي. هنقف
نبدا ناخد دهان ابيض يا جماعه. ممكن تاخد قلم دوكو ابيض، ولكن انا الاقلام كلها اللي عندي خلصانه تمام. فالقلم احسن يعني، هيطلع معاك خط افضل من الفرشه تمام. هناخد دهان ابيض وهنمشي تحت الخط، هنعمل اضاءه بالشكل ده. نبدا نعمل اضاءه يا جماعه للشكل اللي احنا عملناه هنا. هنعمل اضاءه للاشكال دي برضه. القلم الاسود وهنعمل ظل نفس الحكايه. الوقت يا جماعه هنشيل اللزق على نشوف هل الخطوط اللي احنا عملناها دي اعطت تاثير ان في افريز فعلا في منطقه غطسه يعني ولا لا. يلا نشوف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. أتمنى الدرس يكون عجبكم، تكونوا استمتعتوا بمشاهدة الفيديو النهاردة. لو عجبكم الدرس يا جماعة اعملوا لنا لايك وشير لو حد عايز يستفاد من الفيديو يعني، ولو عايزين تفيدونا اعملوا شير وتفرجوا على الفيديو من البداية للنهاية. ما تنسوش تدعوا لنا دعوة حلوة. اشوف حضراتكم على خير إن شاء الله في دروس قادمة، أفكار قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.